ازيكم يا جماعة؟ النهاردة عاملة فيديو هدفي فيه ان كل اللي يشوف الفيديو يعرف بالظبط هيخس ازاي، ايه هو وزن المثالي، هياكل قد ايه في اليوم من السعرات الحرارية والبروتين، ويتوقع ان هو يخسر قد ايه بالظبط من الوزن كل اسبوع وكل شهر. عشان انا عايزة اوصل انك تخس وزن هو عبارة عن حسابات، والالتزام بالحسابات دي لمدة ما تقلش عن 3 شهور. والنهاردة هستخدم مثال واحدة وزنها 80 كيلو وطولها 169 سنتيمتر. هنحسب لها معدل كتلة الجسم اللي هو البي ام اي، وهنشوف هل وزنها ده يعتبر طبيعي ولا عندها زيادة في الوزن ولا عندها سمنة مفرطة، وهنحسب لها الهدف بتاعها او الوزن المثالي بالنسبة لها، وعلى اساسه هنحسب السعرات اللي هتاكلها في اليوم والبروتين اللي هتاكله في اليوم عشان تخس، وهنحسب لها كمان هتخس قد ايه في كل اسبوع وكل شهر، ولو ما شافتش الخسسان ده المفروض تغير الدايت ازاي. اول حاجة مؤشر كتلة الجسم، ده حسابه سهل جدا، هو الوزن مقسوم على الطول مضروب في الطول، يعني 80 مقسومة على 169 مضروبة في 169، ده هيطلع لنا 28. طب ده معناه ايه؟ الرقم ده معناه ايه؟ هوريكم مؤشر كتلة الجسم على الشاشة. هتشوفوا ان الرقم بتاعها بيقع في المنطقة بتاعة زيادة الوزن، يعني هي مش عندها سمنة وبس لسه مش وزنها مش طبيعي. فاحنا هنختار لها رقم في الرينج الطبيعي عشان توصل له كهدف. هنختار لها مثلا رقم 25. 25 في معدل كتلة الجسم يعتبر في الرينج الطبيعي. بعدين هناخد الرقم اللي هو 25 ده ونقلب المعادلة. عايزين نوصل للوزن المرة دي مش معدل الكتلة، احنا هنحط معدل الكتلة للجسم 25، طولها طبعا ثابت، وهنحاول نعرف الوزن بالحسابات. هيطلع الوزن بتاعها المثالي من 20 لو هي 25، لو عايزة توصل ل 25 بس، لو عايزة توصل لأقل ممكن كمان يبقى 65، بس خلينا عند 70. طبعا لو مش عايزه تحسبي كل الارقام دي معايا، او يعني مش عايزه توجعي دماغك، انا هحط لك لينك تحت، هو هيحسب لك معدل كتله الجسم، وهو هيحسب لك كمان، ممكن يحسب لك كمان الجول ويت، مش متاكده، هدور على اللينك بيحسب الجول ويت، بس انا عارفه انه البي ام اي ده بيتحسب اونلاين، فهحط لكم اللينك بتاعه. دلوقتي بقى هنحسب السعرات الحراريه اللي هتاكليها في اليوم. في طرق كتيره بنحسب بيها السعرات الحراريه، في طرق بتحتاج الفات برسنت، في طرق بتحتاج تغطسي تحت الميه، في طرق كتير بجد، بس انا لقيت اسهل واحده ان انت تحولي 70 كيلو جرام اللي انت عايزه توصلي لهم لباوندز، هيبقوا مثلا هيبقوا 154 باوند، وتضربيهم في 12. بعد ما حولتيهم لباوند تضربيهم في 12، هيبقى السعرات الحراريه اللي انت محتاجاها في اليوم 1850 سعر حراري. السعرات الحراريه اللي انت محتاجاها في اليوم ممكن كمان تتحسب اونلاين، ودي برضه هدورلك على لينك واحطها لك. انا بستخدم ابلكيشن اسمه يازيو، هو مزعج شويه في الاعلانات بتاعته، بس هو بيحسب لك انت محتاجه قد ايه بالظبط سعرات حراريه، وكمان بينفع الاكلات اللي انت بتاكليها على الاب. واحسن حاجه في الاب ده ان انت ينفع تحطي انهي بلد انت فيها، يعني انا بحط مثلا ان انا في المانيا، وبعد كده لما بسكان الباركود بتاع اي حاجه انا بشتريها بيبقى عارف اوريدي ايه السعرات الحراريه اللي جواها، ايه البروتين اللي جواها، ايه الدهون اللي جواها، وهو بيديني الارقام اوريدي. هحط لكم برده اللينك بتاع الاب ده في البايو. وعارفين انتوا ممكن كمان تعملوا اد بادي على الاب دي، ممكن تعملوا لي انا اد، ممكن احط كمان اسمي على الاب ده، وممكن نتابع بعض ازاي بنخس. طيب بعد ما انت حددتي هتاكلي قد ايه سعرات حراريه في اليوم، عايزه اشرح لك حاجه. انت هتبقي قللتي سعرات حراريه كل يوم من 400 ل 700 كالوري في اليوم. لو حسبتي الافريج مثلا 500 كالوري، قولي 500 كالوري، فلو حسبتيها في الاسبوع هتبقي بتاكلي 3500 كالوري اقل في الاسبوع. فده بقى هيترجم ازاي كوزن؟ ال 3500 دول هم نص كيلو دهون، بالذات لو حافظتي على بروتينات كفايه هتخسري دهون، بس فانت هتخسري نص كيلو دهون في الاسبوع، يعني هتخسري 2 كيلو او اكتر في اول الشهور، هتخسريهم من الدهون فقط.
بيكون اكتر في اول الشهور بس عشان انتي كمان بتخسري ميه، يعني عشان لما الواحد ما بياكلش نشويات كتير الميه اللي بتتحبس مع النشويات في الجسم ما بتبقاش موجوده، فوزنه بيقل جامد. يعني ده مش بروجرس، ده بس يعني ايه، ده حاجه بتحصل في الاول. طيب انتي لو ما شفتيش النزول ده على الميزان تعملي ايه؟ تقللي كمان الكالوريز. وطبعا مع الدايت لازم تروحي الجيم وترفعي اوزان، ومش هتبقي زي هالك ولا حاجه. ده بيساعد ان انت يبقى عندك كتله عضليه عاليه، يبقى عندك الحرق عالي، فتقدري تاكلي اكتر او تخسي اكتر. يعني هي حاجه كاونتر انتوتيف، ازاي اكل اكتر واخس اكتر. ده عشان انت كتله العضله بتاعتك بتزود الحرق، فبتقدري تاكلي اكتر وانت معليه البروتين، مقليه الدهون، فجسمك بيفضل يخس دهون برضه. فزي ما قلنا، لو لقيتي نفسك بتخسي 2 كيلو في الشهر، تثبتي على كده، اثبتي على السعرات الحراريه اللي انت بتدخليها دي على الاقل 3 شهور، وشوفي النتيجه. هيعجبك شكلك، الوزن بتاعك هيقل جامد، هتوصلي للهدف بسرعه. يعني انا مثلا اتفاجئت بالدايت ده ان انا وصلت للهدف بتاعي في شهر واحد مش في 3 شهور. يعني كنت عامله 3 شهور بس وصلت ل5 كيلو في شهر واحد. معرفش، مع اني والله كنت باكل بروتين كفايه وبروح الجيم، بس لسه بعد 3 شهور انا هروح اعمل ان بودي عشان اشوف كميه الدهون اللي عندي هل هي قلت فعلا ولا لا، عشان ده كان هدفي في الاول، مش ان انا اخس، هو هدفي ان انا اقلل نسبه الدهون وازود نسبه العضلات. طيب خلاص، احنا فهمنا ان احنا هناكل 1850 سعر حراري في اليوم، وانا عماله اقول لك كلي بروتين كفايه، كلي بروتين كفايه. طب كام البروتين اللي المفروض تاكليه؟ البروتين اللي انت المفروض تاكليه، تضربي الجول ويت بتاعك اللي هو ال 70 كيلو، هتضربيه في 1.5 ل2 جرام بروتين، هيطلع لك تقريبا من 110 ل 100 من 110 ل 150 جرام بروتين لازم تاخديهم في اليوم. عشان لو ما خدتيش بروتينات كفايه هتخسري عضل، مش هتخسري دهون، وده هيقلل معدل الحرق، وده هيصعب الدايت في المستقبل. فدي اهم حاجه، ما تقلليش البروتين. يا ريت اكون وضحت ازاي تحسب الهدف بتاعك، ازاي تحسب السعرات الحراريه في اليوم، ازاي تحسب البروتين في اليوم. دلوقتي دور البنت دي ان هي تلتزم بالارقام دي لمده على الاقل 3 شهور. عايزني احسب له الارقام دي كلها، ممكن يكتب لي في الكومنتس مثلا وزنه وطوله وانا هحسبها كلها. بس انا عليا الحسابات وانتوا عليكم الالتزام، وان شاء الله كلنا نوصل لاهدافنا. بس وده كان الفيديو عن ازاي تخسوا. انا صيدلانيه عايشه في المانيا، وعايزه ابني كوميونتي كلها عايزه تهتم بصحتها وتحسن جسمها. ولو انتي من الناس دي يا ريت تعملي لي سبسكريبشن وتعملي لي كومنت، ولو نزلتي الاب بتاع يازيو ده ممكن تعملي لي كونكت از بادي، وممكن نشوف بعض احنا بناكل قد ايه في اليوم وكده. شكرا، واشوفكم مره جايه.